ازاي اساسا احدد العميل بتاعي، اللي هو بقى زي ما قلنا في الاول السيجمنتيشن والتارجتنج والبوزيشننج. السيجمنتيشن وهو تقسيم العملاء لفئات. ببيع ساعه، انا محتاج الساعه الكاسيو الديجيتال، فدي مشهور بيها مثلا ابهاتنا او الفئات العمريه الاكبر شويه. فانا هعمل اول سيجمنتيشن للساعه الكاسيو، دي بتستهدف كبار السن من 45 سنه ل 65 سنه. ده اولا التقسيم العمري. هبدا اشوف ان هي تستهدف الرجاله، فده تقسيم جندري او تقسيم نوعي، ان انا محتاج الرجاله مش الستات. هاجي بعد كده اقول ان الساعه دي سعرها مناسب مش غاليه، فتبقى محتاجه لمتوسط دخلهم مثلا من 2000 جنيه لحد 5000 جنيه او لحد 7000 جنيه. انا محتاج ابيع الساعه دي مثلا دلوقتي في منطقه شعبيه، فهحدد مناطق شعبيه هبيع فيها. لو محتاج اعمل منها فيرجن تاني مثلا كواليتي بتاعته اعلى شويه، فهروح بيها المناطق مثلا لكلاس اعلى شويه، ودي هنا بنسميها الديموغرافيك سيجمنتيشن، التقسيم الديموغرافي. والديموغرافي ده بيبقى فيه جواه اكتر من حاجه، مستوى التعليمي او مستوى المعيشه، وكمان البيهيفير بتاع الناس بتاعتي. ان انا مثلا بحتاج الساعه علشان اعرف الوقت، بس مش محتاج الساعه علشان الستايل بتاعي. فهنا ده بيفرق معايا برضو في التقسيم، على عكس واحد تاني وبيشتري ساعات تكون ماتشنج مع اللبس بتاعه او مع العربيه او مع ديكور المكان، فده كده تقسيم تاني خالص حسب البيهيفير. كل ده بيبقى تحت الديموغرافيك سيجمنتيشن.